السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في ملخص جديد. فيلمنا اليوم مستوحى من قصة حقيقية مؤثرة تجمع بين إنسان لا يعرف الاستسلام وكلب رفضه الجميع. رحلتنا اليوم مع فيلم روبي في الإنقاذ، فيلم عن الإصرار والأمل والثقة التي تصنع المعجزات. فهيا بنا نبدأ على بركة الله. تخيل أن حلمك في أن تصبح جزءا من وحدة النخبة في الشرطة يتوقف على كلب واحد، كلب مشاغب لا يثق به أحد. هذه ليست مجرد قصة عن إنقاذ كلب، بل عن إنقاذ الأحلام، عن الإصرار الذي لا ينكسر، وعن القدر الذي يجمع بين الأرواح في اللحظة المناسبة. دانيال أوكونور شرطي شاب طموح من ولاية رود آيلاند، يحلم منذ سنوات بالانضمام إلى وحدة البحث والإنقاذ. ولكن الحلم لم يكن سهلا أبدا، فقد فشل 8 مرات في الاختبارات السابقة، ولم يتبقى له سوى فرصة أخيرة قبل أن يبلغ 30. رئيسه يلمح له أن حلمه شبه مستحيل، ولكن دانيال يرفض الاستسلام. والمشكلة الأكبر أن الكلاب المدربة نادرة ومكلفة جدا. في مأوى الحيوانات نلتقي بروبي، وهي كلبة مختلطة السلالة، مليئة بالطاقة، ذكية، سريعة، جميلة، ولكنها أيضا مشاكسة وعنيدة لدرجة أنها تم تبنيها ورفضها أكثر من 7 مرات. كل من حاول تدريبها استسلم. كانت تفر وتمزق وتنبح بلا توقف، وتفقد تركيزها بسرعة. في لحظة ما يقرر المسؤول عن الملجأ قتل روبي، ولكن المتطوعة كانت مترددة وتحاول مساعدتها وإيجاد ملجأ جديد لها. إذا لم نجد لها بيتا اليوم، سنضطر لإنهاء حياتها. نظرا لقلة الكلاب النادرة وغلائها، يتجه دانيال إلى الملجأ لإيجاد كلب مناسب. ينظر دانيال إلى روبي ويرى شيئا مختلفا فيها. يرى في عينيها نفس العناد الذي في داخله، فيقرر تبنيها بنفسه، ويبدأ معها رحلة التدريب من الصفر. التدريب الصعب، والشريكان لا يتوافقان. الأيام الأولى كانت كارثية. روبي تدمر الأثاث، لا تنصت لدانيال، وتتصرف بعناد لا يوصف. ولكن دانيال لم يتراجع. كان يؤمن أن كل روح، مهما كانت جامحة، يمكن أن تجد طريقها إذا وجد من يؤمن بها. يبدأ بتدريبها بالصبر والمكافآت والحب، بدلا من الأوامر القاسية. شيئا فشيئا تبدأ روبي تثق به، وتتعلم الانضباط، وتكشف عن ذكاء مذهل. وخلال شهور من العمل المتواصل، يتحول الفشل والفوضى إلى انسجام رائع بين الإنسان والكلب. روح واحدة تنبض بنفس الهدف. يأتي اليوم المنتظر، إثبات الذات. اختبار القبول في وحدة البحث والإنقاذ. أمام اللجنة، يجب على دانيال وروبي اجتياز سلسلة من المهام الدقيقة. الجميع يتوقع فشلهما، ولكن المفاجأة تحدث. روبي تبهرهم بدقتها وسرعتها وحاسة شم قوية وطاعتها المذهلة لدانيال. لقد أصبحت كلبة شرطة حقيقية. تبدأ حياتهما الجديدة معا في وحدة الإنقاذ. ولكن تظهر مشكلة بعد ذلك، عندما ذهبا إلى مسرح الجريمة لإيجاد جثة شخص ميت. فبعد البحث تجد روبي شيئا ما وتبدأ في النباح، ولكن دانيال لا يجد شيئا ويقرر عدم تصديق كلبته، مما أدى إلى فجوة بين الاثنين. وفي لحظة غضب ينفجر دانيال في وجه روبي ويعاملها بطريقة سلبية، فتهرب في الصباح الباكر. عندما يستيقظ دانيال لا يجد روبي، فيبدأ البحث بجنون، خصوصا أنه كان السبب في ذلك. تأتي مكالمة طارئة. طفل صغير يختفي في الغابة، والوقت ينفد.
يتصل رئيس دانيال به ليخبره أن روبي كانت على حق ووجدوا الجثة في المكان الذي كانت تنبح فيه، وفي نفس الوقت يحتاجونه وروبي في الحال للمساعدة في إيجاد الطفل. فيحس بتأنيب الضمير فيكمل بحثه حتى يجد روبي، وفي الأخير ينجح في إيجادها. دانيال وروبي يتطوعان للبحث، ينطلقان في الغابة الواسعة وسط المطر والضباب، ورائحة الخطر تملأ المكان. وفجأة روبي تشم شيئا وتبدأ بالجري، يتبعها دانيال وسط الشجيرات الكثيفة حتى تصل إلى منحدر صخري عميق، وتجد الصبي فاقد الوعي بين الصخور. لقد أنقذته روبي قبل فوات الأوان، ولكن المفاجأة الكبرى لم تكن هنا بعد. حين يصل الأطباء ويبدأون بالعلاج، تأتي والدة الصبي مسرعة نحو دانيال لتشكره، لتكتشف أنه الشرطي الذي تبنى روبي. تنهار بالبكاء، وعندما أرادت أن تشكره أخبرها بأن روبي هي من وجدت ابنها، وبسببها تمكنوا من إنقاذه. فتذهب لتحضن روبي وتشكرها من أجل ذلك. هكذا أغلق القدر دائرته الجميلة. بعد تلك الحادثة أصبحت روبي بطلة في الولاية، وتحولت قصتها إلى مصدر إلهام للآلاف. أما دانيال فقد تحقق حلمه أخيرا، ليس لأنه أنقذ شخصا فقط، بل لأنه لم يتخلى عن حلمه وروبي. إنها قصة تثبت أن الأبطال لا يولدون كاملين، بل يصنعون بالصبر وبالثقة وبالقلب. أحيانا لا تأتي المعجزات في شكل هدية من السماء، بل في شكل كلب عنيد وشرطي لا يستسلم. هكذا كانت قصة إنقاذ روبي، قصة عن الإيمان والوفاء والحب الذي يصنع المستحيل. ولا تنسوا يا أصدقاء، إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك، لأن دعمكم هو الذي يجعلنا نستمر في تقديم المزيد من القصص المؤثرة.